بالنسبة لنقطة أخرى، الرئتين، الرئة اليمنى أكبر من اليسرى حيث من 30% بلاصة القلب أو السيركيلاتوار إلى آخره أو الجهاز الدوراني خاصو يبقى يشتغل هو في أريحية، غير مع السي على اليسار كتحس بالقلب ديالك كيضرب، يعني بحال عليه واحد الشيء مهدرك، وتا اليمين كتساعديه في الدورة الدموية، كتساعديه والقلب كيبقى يشتغل في أريحية. كتبقى لينا الطريقه ديال الاسناد ديال اليد هنا، اليد بالنسبه لجميع العلوم ديال الاسعاف كتقول لك باش ما يوقعش ليه خدش في الوجه ديالو، وهي الدور ديالها كاسناد وتفريغ الشحنات السالبه الموجوده في المخ. كتعرف ملي كتكون مريض ولا لا كتكون عندك شحنات سالبه في المخ، خاصك دير اليد ديالك في هذا المكان هذا باش تساعد على تفريغ الشحنات السالبه. الشحنات السالبه كتفرغ بهذه الطريقه، هذه الطريقه ديال ملي كتحيد الحذاء وكتمشي في الارض واحد من الساعه ولا لا كيوقع لك واحد التفريغ ديال الشحنات السالبه المشديه في اليد ديالك. علاش قلنا كيرمش عيني؟ لان اذا كان عنده اصابه على مستوى العمود الفقري ما كيحرك لا يدي لا ديال الرجلين ديالو محلولين، كتجي هاد اليد هذه ديالو كديرها لي كاسناد وكنفتح لها الصباع هادو. علاش؟ اذا كتجي نزيف من الاذن باش يخرج برا ما يبقاش حاصل هذاك النزيف في الاذن ديالو اللي ما كيشكل عليه. كان هذا فراغ طبيعي كنهز فيه الرجل ديالو بحال كنرجع للور. علاش كنرجع للور؟ الا كنت قريب ودورته غنحبسو، كنرجع للور واحد شويه وجوج الاصابع كندير ليه هكذا ها هو، كنخلي هاد اليد بحال هكا تندير هاد اليد بحال هكا عند الحيده، كنرجع الراس للور كنحل الفم ديالو، كان شي طرف ديال العصاره ولا هذا كنمسحو ليه هذا الرجل باش كنديرها بحال هكا باش واخا يدور تكالي عاود رجع. لا شوف حل صباعك بقى شاد رجع لي لورا لا ما يعاود مازال خليه ما تحيدش وراك بالفرح هنا باش ما تجبدش عارف شو جبدها جيب دير جوج الصباع بحال هكا دير ليه كيما اختلاف جوج الصباع تما دير ليه يد اخرى على الجبهه ديالك هاكا زيد عاود صفقوا لك ترجع شويه للور باش ما يهمشش. هذاك بيان خليتك هذاك بيان رجع ليه الراس كيما الراس الى الخلف لا يديك بحال هكا الصباع بجوج صفقوا عليه. هانتوما شوف كيفاش تراجع الخلفي للسان. القاعده ديال اللسان اش كتسد مجرى الهواء، سداد مجرى الهواء. هنا سحب الذقن الى الخلف، كدير جوج صباع هنا اليد هنا مد الراس الى الخلف، اش وقع تسريح مجرى الهواء. هانت حيد رجع 90 درجه ديالي كدير 90 درجه في المدرسه اللي قريتي فيها. المربع اللي قاري على المثلث. لا شوف حيت شوفي هو مغيب غتحط يده وغطيح قشد هادي ها فراغ طبيعي. رجعي شويه للور هاكا هادي ما تحيديش حتى ديري اليد الاخرى ترجعي لي ديري يدك هادي هاكا جبدي يديك. علاش؟ لان ملي غتجبدي هذيك وغيكون هذا غتحيد صافي حيدي هذيك غتجي لهنا إمالة الراس الى الخلف صافي. دابا غادي الى درنا له الوضعيه الجانبيه السليمه ما كيبقاش ثابت. كنبقى انا محكم فيه بحال هكا بهذه الطريقه هذه الشيء. ما يبقاش يتنفس. شكون قال لك ما يبقاش يتنفس؟ غيمدوا لي راسو شويه ضروري. غير بالنسبه للطريقه ديال الانعاش القلبي الرئوي ديالو راه كاين فرق ما بين غادي نفرقوا نتوما. كاينه شي حاجه نناقشوها كاملين. عنده 100
والرياضي عنده من 50 ل 60. علاش قلت لكم في هذا الدرس الا كنتي رياضي وبغيتي تمشي على الطبيب ديال القلب ملي كيعبر لك النبضات كيقيس لك النبضات تقول ليه فوالا انا كندير رياضه، غيمشي يخرج لك شي دواء كيجري الدم ولا شي دواء كيسرع النبضات ولا داك، تقول لي انا رياضي، حيت الرياضي عنده العضله ديال القلب كبيره، العضله ديال القلب كبيره يعني عنده واحد لا ديستونس ما بين التنفس والتنفس. بالنسبه للطريقه اللي قلتي انت غادي نخنقوا ولا هذا هو راه كاين واحد لا ديستونس بينه وبينه ما نحرقوش هذا، غير علاش كنبقى نحكم فيه ونراقب ليه الحراره ديالو ونراقب ليه التنفس ديالو والنبض ديالو. بالنسبه للرضيع النبض ديالو راه كنبقى نقول من هذا المكان هذا. التحاليل منين كنهزهم ليه الممرضين وكيحيروا في هذا المشكل لا كذب. 3 بين لوحتي الكتف، 2 3 4 5 1 2 3 4 5 وانا ما كنشوفش هكا، كنشوف لتحت واش داك الجسم غاري وغادي يسقط ولا لا. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ما سقطش هذاك الجسم غاري كنحاول كنقلبو بهذه الطريقه بحال هكا. هيا كنجي ليه شو الصباط وكنضغط ليه على هذا المكان البدايه ديال العظمه القص، ما كندخلش ليه على الامعاء ديالو، الا ضغطتي ليه بحال الباري غينفجروا ليه الامعاء ديالو لان الامعاء ديالو ما كيتحملوش. كنجي من بدايه عظمه القص وكندير لها الطريقه تسمى. شنو هو الطريقه ديال